وسهلا بيكم في أولى حلقاتنا من برنامجكم هو احنا ليه؟ وفي البداية عايزة أرحب بكوتش سماح صديقتي، وتعالوا نعرف مع بعض إيه سر اختيار اسم برنامجنا هو احنا ليه؟ اهلا وسهلا كوتش رشا. انا مبسوطه جدا ان انا كمان معاكي في البرنامج النهارده. الحقيقة يا كوتش سماح، أنا اخترت الاسم لأنه قريب مننا، من طريقة كلامنا، من حياتنا اليومية. كل يوم بنعدي بمواقف وبنلاقي نفسنا واقفين وبنسأل هو احنا ليه؟ احنا ليه بنتصرف كده؟ ليه بنحس بكده؟ ليه ردود أفعالنا كانت بالشكل ده؟ ولقيت إن الفضول هو اللي بيخلينا نسأل نفسنا عن سلوكنا وعن مشاعرنا، حتى عن عاداتنا الغريبة اللي احنا منعرفش هي جت منين. والهدف الأساسي من برنامجنا إننا نفهم نفسنا أكتر ونجاوب على ليه اللي بنسألها لنفسنا كل يوم ومش لاقيين لها أي تفسير. دي حقيقه كوتش رشا، بصراحه يعني انت لمستي الواقع اللي احنا عايشينه. الجمله بتاعت احنا ليه، احنا كل يوم حرفيا بنسالها لنفسنا في كل المواقف اللي بنمر بيها، وفي كل المشاعر اللي بتعدي علينا، وفي كل سلوكياتنا كمان. يعني نقعد نسال نفسنا هو ليه عمل كده، هو ليه اتكلم معايا كده، هو ليه رد عليا الرد ده، هو انا ليه كمان اتصرفت كده. ونفضل نلوم نفسنا ونلوم الاخرين تحت بند احنا ليه. علشان كده اسم البرنامج ده مهم جدا جدا، لان هو سؤال يومي ومتكرر في حياتنا اليومية، فاحنا فعلا محتاجين نناقشه. هل بنوصل بعد ما بنقول لنفسنا ليه لنتيجة؟ هل بنستفيد بكلمة ليه دي، ولا هي بتوجعنا وخلاص؟ علشان كده فكرة ان احنا نعمل برنامج ونسميه احنا ليه، دي حقيقة بتحصل لنا يوميا، فمحتاجينها ومحتاجين نفهمها ومحتاجين نحللها عشان نوصل منها لوعي. وطول ما احنا بنوصل لوعي ونعيش حياتنا بطريقة احنا نفسنا تكون مريحة جدا لينا في يومياتنا، فده بصراحة بيكون مش بس راحة لينا وهدف احنا بنعمله في حياتنا، لا 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 خالص، ده كمان احنا كده بنعيشها بجودة وعي. وانت يا سماح، يا ترى ايه وجهة نظرك في اختيارك لاسم برنامجنا هو احنا ليه؟ طبعا فكرة البرنامج ان احنا نقول احنا ليه، دي حاجة زي ما يكون عارفة فكرة انك انتي بتحطي ايدك على الجرح علشان تداويه، مش علشان يألمك او علشان يفضل وجعك. لا لا خالص، احنا كتير بنقول لنفسنا ليه، فاحنا اللي بنصيب نفسنا ببعض الاحباط. ففكرة ان احنا ليه بنقول ليه، بنحط ايدينا كده على شوية بنود عايزين نعرف احنا فعلا بنقولها من سلوك، احنا فعلا بنقولها من مشاعر، احنا بنقولها من احباط، احنا بنقولها بس من فكرة ان احنا تعودنا نقولها. ففكرة ان احنا ليه بنقول كلمة ليه في حياتنا كتير، مع أولادنا، مع علاقاتنا، مع قرايبنا، مع أزواجنا، في العمل، في الصداقة، في كل العلاقات اللي حوالينا تقريبا احنا هو ليه قال لي كده، هو ليه رد عليا الرد ده، هو انا ليه ما ردتش في الوقت الفلاني ده وقلت له الرد ده. فده بيخلينا في تساؤل لأنفسنا دايما، وكأن احنا بنحكم على نفسنا. عشان كده دايما فكرة ان احنا نسأل نفسنا هو احنا ليه، هي حقيقة احنا محتاجين نصلحها، ولا هي لوم وإهلاك للذات وتعب نفسي احنا بنحط نفسنا فيه، من فكرة ان احنا دايما بنلوم نفسنا، دايما بن بن بنحط نفسنا في دور المتهم واحنا مش كده اصلا. فلما بيحصل توعية لنفسنا ونبتدي نفتح طاقة نور تخلينا نبص لنفسنا بشكل أفضل، ده يعني بيبقى هدف سامي، لأنك أنت لما تشوف نفسك بصورة أفضل وترتاح للصورة دي، هتبطل تقول ليه، تبطل توجع نفسك. ودي حاجة جميلة لو احنا وصلنا لها من فكرة برنامجنا، هتكون إضافة وإفادة إن شاء الله طيبة للناس جميعا. معاكي حق يا سماح، وعشان نبدأ رحلة الوعي الجديدة استنونا في الحلقة الجاية من برنامجكم هو احنا ليه، موضوع جديد وفكرة مختلفة وكلام يمكن يغير نظرتكم للحياة. ما تفوتوش الحلقة. فرحي لو قضى حبيبتي تبقى معاي، من
مش حرضى، ساعات أتوه مرات